الماتش كان يعني اسهل ماتش نلعبه في تاريخنا كله. يعني اللي هو ما هو في ايه اللي حصل؟ الشوط الاول كنا مكسرين الدنيا و وبن رمضان وكوكا عملوا الواجب مع ميسي، ومروان عطية حاطط ميسي في جيبه لحد الدقيقة 90، وفي الآخر ما أبيض فيش اجوان خالص، فيش. يعني كنا نطلع بالماتش ده 7-0 أو 7-3 بالكتير، لكن مفيش ولا واحدة جت. يعني انفراد إمام ماشي، يعني قلنا الحارس اتألق فيها. جول إمام جول وسام ما اتحسبش، قلنا ماشي اوفسايد. ضربة جزاء تريزيجيه يعني معلش، ايه اللي انت عملته ده؟ يعني انت سايب، يعني اللي هو تريزيجيه دخل واللي هو يا جدعان انا اللي هشوط ضربة الجزاء. زيزو وسام بيقولوا ليه ليه؟ وزيزو اساسا الاهلي جابه عشان ضربات الجزاء، ووسام احسن مسدد ما شاء الله، يعني اللهم بارك. ده مساهم في كل الضربات الثابته، الاجوان معظم اجوان وسام كانت بالضربات الثابته اللي هي ضربات الجزاء والضربات الحره. وتريزيجيه لا انا عاوز ابقى اول لاعب يجيب جول في كاس العالم وكده، وفي الاخر اوستاري صدها مش عارف ليه. بس يعني ضربة الجزاء تريزيجيه ضيعها، هنمشيها ماشي، على الرغم ان كان فيه وسام وزيزو بس ماشي. اما بقى احنا كنا ماسكين الملعب طول عرض في الشوط الاول. ليه وماشي، انا ما انكرش ان الحارس يعني كان جامد جدا، ما انكرش ان اوستاري ده كان جامد، بس يعني الشوط التاني بقى اللي حصل مع اوستاري عكسها مع الشناوي بقى. الشناوي يعني اللي حصل مع اوستاري اللي حصل بالظبط مع الشناوي، اللي هو بيصد الكور الجامده. ويعني تو بي اونست، ميسي ما جاش، ميسي حرفيا ما جاش. ما هو انا بقول لك انا ده كان اترقص مرتين بدل مرتين في الشوط الاول من بن رمضان وكوكا، ومروان عطية زي ما انا قلت حطه في جيبه. كل شويه بيرجع، كل شويه لما الكوره تبقى مع ميسي بنلاقي على الاقل 3 لعيبه حواليه. ده المطلوب مع ميسي، على الرغم ان هو يعني لو في العاده كان بيعدي لاي لاعب تاني، بس لا مع الاهلي لا، الحمد لله يعني. ومش عارف يعني الشوط التاني هما اللي هدوا، وتقريبا ميسي ظهر في لقطتين في اخر الماتش، وتقريبا كده ما سالش سواريز عن الشناوي. شكله ما سالش. يعني الشناوي صد كوره في الدقيقه 90 طرب، يعني اللي هو ميسي عمل ار2 من خط التماس، من عند خط التماس ار2 كانت رايحه والشناوي صدها وجت في العارضه وطلعت. ده حلو قوي من الشناوي، وكان ياخد مان اوف ذا ماتش سترايك، بس يعني عشان الاستاذي واللي عمله او الشوط الاول ده بصراحه يعني ما انكرش. والشحات بقى، ماذا اضعت يا شحات بالله؟ يعني انت انفراد وعندك طاهر متطرف شويه، جراديشار في النص، قفشه جنبك، على الرغم ان هو مدي ظهر للجون بس ماشي، قفشه جنبك، وانت تروح تتمشى بالكوره لحد ما المدافع يجي ياخدها منك. ده حتى خليت ميسي اللي كان قدام يرجع ورا، وكان وراك. يعني لدرجه ان حتى ايشو سبيد، انا لسه شايف فيديو قبل ما اصور، كان ايشو سبيد كان في الملعب وشاف اللقطه دي واتعصب. ليه يا شحات؟ يعني انا عارف ان يعني القرار صعب، بس يعني خدها بسرعه،
خدها بسرعه، باصي لقفشه، باصي لجراديشار، باصي لقفش، باصي لطاهر. بس حل فردي ورد وبطء ده ليه؟ ويعني بصراحه من ناحيه بقى الجماهير، انا يعني في حاجه عجبتني، بس يعني اللي هو استغربتها في نفس الوقت، اللي هو وجود التراس اهلاوي. كان يعني 90% من الاستاد كان اهلي اصلا، و10% كانوا انتر ميامي، وانا متاكد ان كلهم جمعه، يا اما عشان ميسي، يا اما عشان يشوفوا، يا اما في ناس منهم عايزين يشوفوا الماتش بجد. بس ها يعني ماتش غريب، يعني ده اسهل ماتش لعبناه في كاس العالم للانديه، ويعني حاجه غريبه خالص خالص. ومتنسوش اللايك سبسكرايب وتيك توك، ظبطوني هناك باللايك والفولو. سلام.